ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لاحظت ان انا بقالي فتره كبيره قوي ما عملتش مقارنات ما بين كروت الشاشه، فقررت النهارده ان انا اجيب كارت الار تي اكس 4060 واقارنه مع الار اكس 7600. للي ما يعرفش الاثنين دولت هم اشهر اتنين في الفئه المتوسطه. اي واحد حرفيا بيجمع تجميع متوسطه بيجيب الكارتين دول او كارت منهم، اكيد مش الكارتين، يعني التخلف ده. ويلا بقى من غير رغي كتير، ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، ونبدا بقى مع الكارتين بتوعنا. وهنبدا مع اول حاجه معانا هو الار تي اكس 4060، لان انا بحبه الصراحه. يعني الكارت ده تاريخ اصداره كان 2023 يونيو، بيجي ب 8 جيجا في رام جي دي دي ار 6، وبيجي ب 3072 كودا كورز، والبوست كلوك بتاعته 2460. الصراحه يا جماعه لما شفت اداء الكارت ده بالذات في الالعاب لقيته بيجيب ازيد من 140 الى 100 فريم في كل الالعاب على 1080، ولما دخلته في ال 2K اتلقيته بيجيب من 70 ل 100 فريم. والصراحه ما دخلتوش في ال 4K لانه كارت مش مخصص اصلا لل 4K، هو اخره 1080 او 2K. ليه؟ لانه هو فئه متوسطه، اكيد كارت ب 15 او 20 الف جنيه مش هيبقى الفئه عاليه، فاهمني؟ والصراحه الكارت ما اثرش في الاثنين عامه، يعني اي واحد محتاج كارت يقف معاه ويسد معاه لمده 3 4 5 سنين الكارت ده يبقى جامد جدا جدا. وكمان الكارت ده بيدعم الدي ال اس اس 3، وللي مش عارف الدي ال اس اس 3 ده المفروض حاجه بتعلي الفريمات نيفيديا عاملاها، وبيدعم الاف اس ار بتاع اي ام دي، والري تريسنج طبعا بيدعمه، وبيدعم تقنيه الاول فريم جنريشن. ولك ان تتخيل كل المميزات دي كلها وكارت الشاشه ده ما بيسحبش غير 115 واط من الباور سبلاي. يعني انا متفاجئ حتى الان ان الكارت ده ما بيسحبش كميه الطاقه اللي انا كنت متوقعها، يعني 500 واط باور سبلاي يقضوه ويوفوه. يعني اي حد مثلا كان خايف ان كارت الشاشه ده يبقى مثلا محتاج باور سبلاي 700 واط 800 واط الكلام ده كله، لا لا، ده انت ممكن تجيب باور سبلاي 600 واط وتطور في قدام يعني لو انت عايز. لكن بقى دخلت على الخازوق الاكبر اللي انا كنت عارف ان هو هيبقى موجود عامه، جيت شفت سعره. وطبعا انا مش هقول لكم السعر الرسمي من نيفيديا لانه اكيد مش هيبقى نفس السعر اللي في مصر. ليه؟ لان سعره هنا في مصر يجي له 18 الى 17 الف جنيه، وده صدمني. يعني كارت ب 17 الف جنيه هو حلو وكل حاجه وما بقولش حاجه، بس ليه 17 الف جنيه في كارت؟ هو المفروض سعره الرسمي يبقى من 14 ل 12,000. لكن طبعا مش هتكلم عن السوق المصري طبعا، لان انا يعني اتكلمت كتير، حرام يعني، فاهمني؟ حرام اتكلم فيه. اصل طالما يعني طالما لكن هو ككارت الصراحه ما يستحقش السعر ده عامه بالنسبه لي، لكن كاداء هو اداؤه يحترم جدا لاي حد بيجمع تجميعه متوسطه. على ما اظن انا جبته في تجميعه الفئه المتوسطه اللي انا لسه منزلها، فروحوا شوفوا الفيديو ده عامه يعني علشان انتوا بتحبوني وكده. ونخش في تاني كارت معانا هو الار اكس 7600. تاريخ الاصدار بتاع الكارت ده كان في 2023، الفي رام بتاعته برده 8 جيجا بايت، بيجي ب 2048 ستريم بروسيسنج، وسرعه البوست بتاعته 2655. الكارت ده ما بيدعمش الدي ال اس اس. ليه؟ لانه تبع نيفيديا، فاكيد نيفيديا مش هتتكرم وتدي الاي ام دي حاجه، فاهمني؟ المهم بيدعم الاف اس ار 2 3، والري تريسنج بيدعمه لكن مش بنفس قوه ار تي اكس 4060. برضه لنفس السبب ان هو تبع نيفيديا الار تي اكس 4060، لكن اي ام دي الغلبانه ملهاش نصيب. اللي هيسالني هو اضعف منه بنسبه قد ايه، هقول لك من 20 ل 30%. يعني مثلا لو نيفيديا بتجيب 60 فريم على الكارت ده، اي ام دي هتجيب 40 او 50. واوعوا تفتكروا ان امكانيات الكارت هي اللي بتحدد اذا كان قوي او وحش. الكارت هنا مش وحش بسبب ان هو مثلا ضعيف او كذا او كذا، لا 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 لا، ده بسبب ان السوفت وير بتاع نيفيديا متطابق اكتر في الري تريسنج مع الكارت بتاع الار تي اكس 4060. لكن الار اكس 7600 بيواجه شويه صعوبات في الموضوع ده. دخلت اشوف بقى الاستهلاك بتاع الوات بتاعه، اتلقيته اعلى من الار تي اكس 4060، اتلقيته 155 واط. يعني مثلا لو انت هتجيب باور سبلاي 500 واط للار تي اكس 4060، هتجيب لي ده 550 او 600 واط كحد ادنى. طبعا الكلام ده كله جه في نفس اللحظه اللي شفت فيها الاداء بتاعه في الالعاب. حاولت اوهم نفسي اقول مثلا 50 واط الزياده دوت يا جو ممكن يبقى كده هيديك اداء احسن ولو ب1% في الالعاب. اتلقيت العكس، اتلقيت ان الار تي اكس 4060 سابقه ب 10 الى 15 فريم في كل لعبه، اذا كان على 1080 او في 2K. يعني مثلا لو الار تي اكس بيجيب 70 فريم على لعبه معينه، الار اكس 7600 هيجيب 60، وهكذا يعني. ودخلت بقى على اهم حاجه في الموضوع بالنسبه لكم طبعا، السعر. بس بقى اتفاجئت، اتلقيت ان الار اكس 7600 اقل ب 2000 الى 3000 جنيه من الار تي اكس 4060. وده ممكن يشكل فرق جوهري للناس اللي عايزه تجمع تجميعه. ليه؟ لان كل قرش او كل جنيه او كل 1000 جنيه هتفرق مع اي حد بيجمع تجميعه
المتوسطه. تجميعات الهاي اند مش بيفرق معاهم 2000 3 4 10، لكن في التجميعات المتوسطه بالذات انت بتبقى محتاج انك توفر اكبر كم من الفلوس لانك هتحطه في قطعه تانية. فهنا بقى انا جيت واستغربت، قلت دلوقتي لو انا معايا 10 فريم بس فرق اداء، هل اجيب الكارت ده واضحي بمثلا ال 10% الاداء الزياده بتاع الار تي اكس 4060، ولا اجيب الار تي اكس 4060؟ الصراحه انا مش هعرف احسم الجدل في الموضوع ده بسبب حاجتين. اول حاجه، في ناس بتحب الاداء وما بيفرقش معاها الفلوس، وفي ناس بتحب الفلوس وما بيفرقش معاها الاداء لو كان مثلا في فرق 10 20%، وانا اعرف ناس من النوع ده عامه في الحقيقه. فالمهم يا جماعه انا لخصت لكم الموضوع في كلمتين دلوقتي. لو انت محتاج اداء بس ومحتاج اداء فعلي بقى ومش فارق معاك الفلوس ولا فارق معاك اي حاجه وعايز تقنيات بتاعت نيفيديا كلها، روح للار تي اكس 4060. لكن لو كل جنيه بيفرق معاك وعايز تحط الفلوس دي في حاجه احسن او اقيم او كذا او كذا او كذا، لا روح هات الار اكس 7600. ال 10 او ال 15 فريم مش هيفرقوا معاك، بس حط في بالك انك لازم تجيب باور سبلاي اعلى. ليه؟ لان استهلاك الطاقه في الكارت ده ازيد ب 50 او 60 واط من الار تي اكس 4060. ودي كانت نهايه الفيديو معانا. يا ريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، واي سؤال عايز تساله اسالوه لي في الكومنتات تحت، انا هبقى سعيد جدا ان انا اجاوب عليه. ويلا بيس يا جماعه. قول السؤال تاني.